الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وسيكون معي في هذه التغطية الخاصة ضيوفي الباحث الإسلامي الشيخ عبد السادة الجابري. أهلا ومرحبا، عظم الله لكم الأجر. حياكم الله، عظم الله أجوركم. حياك الله. وأيضا معنا الدكتور محمد تقي البيضاني الباحث الإسلامي. أهلا ومرحبا، عظم الله لكم الأجر. حياكم الله وأحسن الله لكم العزاء. حياك الله. أبدأ معك جناب الشيخ والحديث عن هذه المناسبة. تتجدد كل عام هذه الجموع المليونية، تجدد مسيرها والذهاب نحو مقبرة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهي حاملة معها العهد وتجدد العهد في كل سنة. بالتالي ماذا تمثل هذه الذكرى للأمة الإسلامية جمعاء وللشعب العراقي بشكل خاص؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نرفع آيات الحزن والأسى إلى مقام النبي صلى الله عليه وآله، وإلى الأئمة الأطهار، لا سيما الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجع الدين، وإلى المؤمنين الكرام بهذه المناسبة، استشهاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لا شك أن الاحتفاء بالمناسبات المهمة التي يمر بها المجتمع أو تمر بها الأمة من الأشياء الجيدة التي ينبغي الالتزام بها، وهي تمثل مرحلة تواصل بين الحاضر والماضي، بين المواقف الكريمة للأشخاص العظماء في تاريخ الأمم والشعوب، وبين الأشخاص في الوقت الحاضر. نحن عندما نمر بحدث معين أو بمناسبة ولادة أو وفاة لشخصية عظيمة من شخصيات الإنسانية والإسلامية، لا بد أن لا يكون مرورنا عليها مجرد أحداث وسرد أحداث ووقائع. لا بد أن نعرف مكامن الإفادة من هذه الشخصية، وكيف نأخذ الدروس والعبر عندما أمير المؤمنين عليه السلام. ليس المقصود هو أنه ذكرى استشهاد في تاريخ كذا، وإنما ما هي حياة أمير المؤمنين عليه السلام، كيف لنا أن نأخذ منها ما يتماشى مع عصرنا الحالي، مع حياتنا العملية، ونأخذ الدروس من حياة هذا الإنسان العظيم. لا شك أن أمير المؤمنين عليه السلام له التأثير الواضح والدور الكبير في الدين الإسلامي، وهذا لا يمكن إنكاره ولا يمكن العبور عليه في مراحل التاريخ ببساطة. عندما يأتي الإنسان إلى التاريخ الإسلامي لابد أن يقف حول شخصية أمير المؤمنين عليه السلام، في أدوار أمير المؤمنين عليه السلام، ما قدمه أمير المؤمنين عليه السلام. لا يمكن العبور في تاريخ المسلمين على هذه الحياة دون أن يقف حول مفاصل التاريخ الإسلامي، تقف عند أمير المؤمنين صلوات الله، لأنه المحور، لأنه له دور عظيم في بناء الدين الإسلامي، في الجهاد، في التضحية. لذا عندما نخلد أو نحتفي بذكرى استشهاد هذا الرجل، هو لمعرفة ما قدمه هذا الرجل، وكيف لنا أن نسير بخطى هذا الرجل. هذه تعتبر يعني جناب الشيخ تعتبرها واحدة من الشروط، على اعتبار أنه الزائر يجب أن يكون عارفا بحقه. وعندنا في الروايات وخصوصا في مسألة زيارة الإمام الحسين عليه السلام، من أتاه زائرا، في كلام للمعصوم مضمونة، من أتاه زائرا عارفا بحقه، فهي تعتبر قاعدة كذا وكذا، عارفا بحقه. طبعا شخصية المعصوم لا يمكن لنا كفرد عادي إدراك شخصية المعصوم، المام أو الإحاطة بشخصية المعصوم، هذا لا يمكن. عقولنا قاصرة عن هذا الشيء، ولكن هذا لا يمنع أن نأخذ شيء يسير. عندما يسأل أحدهم، يسأل الإمام، يقول له عارفا بحقه، كيف لي إدراك هذا الشخص أو عظمة هذا الشخص؟ يأتي الجواب من المعصوم: أدنى مراتب المعرفة هو أن يقر بأنه إمام مفترض الطاعة، واجب الطاعة، غير مستنكف ولا متكبر. لما أعرف بأنه علي بن أبي طالب هو إمام معصوم
واجب الطاعة، هذا يكفي في المعرفة، أدنى مراتب المعرفة. فمن يأتي لإنسان زائر لأمير المؤمنين بهذا الاعتقاد يحصل لديه أدنى مراتب المعرفة، وهذا هو الشيء المطلوب. عندما أقول إمام مفترض الطاعة، إمام معصوم، لابد أنه أأتي إلى سيرة هذا الرجل، بما أني أقر بهذا الشيء وألتزم بهذا الشيء، لابد أن تترتب هناك خطوات أخرى على هذا الالتزام، على هذا الإقرار. يترتب جناب الشيخ؟ أسأل جنابك، لكن اسمح لي الآن أنتقل للدكتور محمد، ويعني هنا أسأل جنابك عن إلى أي مدى يمكن القول اليوم ونحن في عصرنا الحديث بأن استشهاد أمير المؤمنين كان نقطة تحول في الدين الإسلامي ترتب عليه الكثير من القضايا لاحقا التي أثرت في أن يصل الدين الإسلامي إلى يومنا هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشرف الصلاة وأتم التسليم على طبيب النفوس وحبيب القلوب محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله تعالى لكم الأجر بهذا المصاب الجلل، وتحية لك ولضيفك الكريم الجميل وللمشاهدين الكرام. يعني تعتبر، يعني هل تقصد استشهاد أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه؟ استشهاده يعني عام 40 بعد الهجرة و661 تقريبا ميلادي، هو نقطة تحول فكري، ونستطيع أن نلخص بأنه التحول الذي حدث بعد استشهاده بثلاثة أمور. أولا، تحول يعني نظام السلطة في الدين الإسلامي من أن يكون السلطان والحاكم خادم للأمة وفي عنقه ماذا؟ مسؤولية أخلاقية، انتقل إلى شنو؟ ملك عضوض يتوارث. هذا اللي وصلوا إليه بني أمية من بعد أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. هذا أولا. ثانيا، أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه يعني الانتقال اللي صارت بعده، تحول الصراع من صراع خلينا نسميه سياسي، تحول إلى صراع فكري، انقسامات. إذن نقطة التحول هي سياسية، فكرية، اجتماعية؟ سياسية يعني على كل الأصعدة، سياسية، فكرية، اجتماعية. على المستوى السياسي انتقل يعني الصراع من صراع سياسي إلى صراع فكري، صار انقسامات، صارت مذاهب ومدارس فكرية بعده سلام الله تعالى عليه. والنقطة الأهم اللي صار بها التحول بأنه أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه كان يعيش عصر التأسيس للدولة الإسلامية، ويعيش أنفاس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من بعده لا يوجد هذا الجيل آخر من بقي، يعني الذي عاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل أنفاسه أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. اللي إجا بعده ما كان يعيش هذه الأجواء، هو كان نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي حمل اللواء أهل البيت، ولكن لم يتسلم. نتكلم على وجه السلطة. نعم. لا، السلطة مسؤولية عندهم، نتكلم عن مسؤولية الإمامة. السلطة المسؤولية كانوا يحملوها. نتكلم احنا عن التحول في السلطة، نعم، على المستوى السياسي. فإذا عندما انتقل الأمر إلى بني أمية، فتحول الأمر خلينا نقول 180 درجة يعني، وهذا إلى أبعاده قلنا على المستوى المجتمع صار يعني أمام تحولات فكرية. نعم، الشيء الأهم والمهم بعد هذا التاريخ يعني بأجيال صار أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه رمزا أخلاقيا وذات قيمة كبيرة جدا، وصار شنو؟ قدوة للأجيال. هذا يعني الشيء اللي أثر، يعني استشهاده أثر في مو بس يعني في التاريخ الإسلامي، في تاريخ الكوكب طبعا. نعم. هذا كان اكو تداعيات لهذا الاستشهاد على بنية الدولة والخلافة فيما بعد. تحدثت عن نقطة تحول، تأثيرات، لكن هل كان اكو تداعيات أثرت على المجتمع؟ طبعا استمر. شوف المدرسة العلوية، نعم، مدرسة العلوية في السلطة والسياسة استمرت إلى ما يعني خلينا نقول حتى انعكاساتها حتى على عام 61 بعد الهجرة، استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. استمر بهذا المنهج لمقارعة هذه السلطة اللي اجت بعده، يعني صار ملك عضوض. شوف الإمام الحسن عليه السلام استمر بهذا البعد السياسي، أسس إلى ثورة كبرى نفذها الإمام الحسين عليه السلام. شوف هذا بعد المدرسة العلوية. يعني حتى الآن الإمام الحسين عليه السلام
كان من إفرازات المدرسة العلوية في هذا التحول. الإمام الحسين ماذا صنع؟ يعني فصل ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. كان كل هذه السلطات الثلاث يملكها واحد، الحاكم على رأس السلطة. يجي مثلا الخليفة ماذا؟ يشرع الأحكام ويقضي بين الناس، أو يعين له قاضي للقضاة وينفذ. جيش ما جيش حرب يقرر هو. شوف هذه تقول تداعياتها بعده. الحسين عليه السلام بثورة كربلاء، إفرازات المدرسة العلوية، فصل ما بين هذه السلطات الثلاثة، ولذلك هو صاحب فضل على كل الفقهاء. لولا الحسين عليه السلام الفقيه لا يستطيع أن يستقل بالحكم حتى الشرعي. فهذه إفرازاتها طبعا صارت يعني نقطة تحول. وصار هذا الصراع يعني خلينا نقول ما بين الحق والباطل، هذا اللي أكد الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه. يعني هذا التحول اللي صار إفرازاته، يذكر هاي الرواية يقول: إنا وآل أبي سفيان بيتين تعادينا في الله، قالوا كذب الله وقلنا صدق الله، فقاتل أبو سفيان رسول الله، وقاتل معاوية أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، وقاتل يزيد الحسن وقاتل يزيد الحسين سلام الله تعالى عليه بعد، وهذان خطان متوازيان لا يجتمعان ولا يرتفعان لأنهما نقيضان كما في المنطق شيخنا. وسيقاتل السفيان المهدي. إذن هذه شنو؟ هذه سنة كونية في هذا الصراع، هذه انعكاساته من بعد استشهاد أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. نعم. أعود لي جناب الشيخ، ما ابتعد كثيرا عن حديث الدكتور، لكن حضرتك ذكرت أثناء بداية الحديث عن يترتب من يعني يجد نفسه ينتمي لهذه المدرسة أو يعلن عن نفسه أنه ينتمي لهذه المدرسة، يترتب عليه التزامات. ما هي هذه الالتزامات؟ قبل أن أذكر هذا الشيء لديك تعقيب على الدكتور؟ مع الدكتور حديث جدا أشار إلى نقطة مهمة، هي فصل السلطات والناتج الفكري اللي حدث. نعم. الجهة السلطوية بعد استشهاد أمير المؤمنين أخذت منحى، وهو تصوير السلطة بأنها الراعية للإسلام، بحيث أنه كان الناس يرون في قول الخليفة حسب ادعائهم وهو الحاكم أنه هو الدين، هو الإسلام، يمثل الدين، وما يقوله الخليفة هو الذي يترتب على الناس الالتزام به، حتى وإن عارض الآية الكريمة، حتى وإن عارض قول النبي صلى الله عليه وآله. لهذا هنا كانت انتفاضة الإمام الحسين ونهضة الإمام الحسين عليه السلام، لأنه كانوا يفضلون الحاكم. حتى لدينا كثير من الأمور التاريخ يذكرها بأنه هناك أعمال يقوم بها الحاكم مخالفة للحكم الشرعي تماما، ولكن يقرها الناس ويأتي بها الناس. أحسنتم. لأنه يرون الخليفة، رأوا الدين من خلال الحاكم آنذاك ما يسموه بالخليفة. فهنا جاء هذا التغيير اللي قام به والحسين عليه السلام هو يعني هدم هذه القداسة للحاكم، لا قداسة للحاكم، القداسة للدين. أي أحسنتم. هذا اللي أحسنتم. أعود إلى كلامكم. الالتزامات هي مهمة، أنه عندما نجد الآية القرآنية تشير إلى أنه خذ النبي صلى الله عليه وآله أسوة حسنة، معنى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله. الاقتداء ماذا؟ فقط نقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لا، وإنما العمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. هنا هذه الركيزة. أنا عندما أتي أزور أمير المؤمنين عليه السلام لا تكون زيارتي مجرد وصول إلى هذه البقعة الطاهرة، وإن كان الوصول إليها والتواجد فيها له أثر كبير، هذا لا إشكال فيه ولا شك، ولكن لا ينبغي أن أرى صاحب هذا المكان، صاحب هذه البقعة، ما كان يعمل عمله، كيف كان يتعامل مع الصلاة، كيف يتعامل مع العلاقات الاجتماعية. وهذا الشيء المهم الذي نحتاج الآن في هذه الفترة، نحتاج لتشييد وتوطيد الأواصر الاجتماعية بين الناس، بين المؤمنين، الشد الروحي والعاطفي والجسدي، التعامل الحقيقي بين المؤمنين. هذا الشيء كان يركز عليه أمير المؤمنين سلام الله عليه، باعتبار الناس ترى الإمام سلام الله عليه بطل الإسلام طبعا بدون شك، الرجل القوي، المقاتل البارع، الشجاع، الحكيم، الفيلسوف، لكن
مو كثير يعني يعرفون الجانب الأخلاقي الإنساني للإمام علي، وهذا كان واحد من السمات الغالبة عليه سلام الله عليه. لا شك، لا شك لدينا في بطولة أمير المؤمنين. نعم. وشجاعة أمير المؤمنين، هذا بطل الإسلام. أمير المؤمنين لا يأتي جانب من جوانب الحياة، جوانب العامة الكثيرة، إلا وتجد أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الرائد فيها كل نواحي الحياة، وهذا لا إنكار فيه، لأنه كان يمثل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد للنبي أن يكون رائد في كل جوانب الحياة. هذا شيء لأنه مبعوث من النبي من الله سبحانه وتعالى، لا بد تكون لديه هيمنة على كل جوانب الحياة. أمير المؤمنين هو نفس النبي صلى الله عليه وآله. ونجد الواقع عندما نأتي مثلا في مجال العلم، نأتي إلى قول النبي صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، علمني رسول الله من العلم 1000 باب ينفتح لي من كل باب 1000. في الواقع الحياتي نجد ما معضلة ومشكلة داهمت المسلمين إلا وهرعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، حتى قال قائلهم: لا أبقان الله المعضلة ليس لها إلا ليس لها. هذه كثيرا، هذه الأمور كثير من العظائم نجد أنه حلها عند أمير المؤمنين عليه السلام، فأمير المؤمنين الرائد في هذا الشيء. مثلا هناك بعض الأمور، بعض الحوادث الإنسان عندما يقرأها في التاريخ لا بد له من التوقف والتأمل فيها. في بعض الأحيان نمر مثلا في كلمات الزيارة، في الآيات القرآنية، في الحوادث التاريخية، لا نقراها ونمر عليها مرور الكرام، لا نقف عندها نتأمل. مثلا أنا أنطيك حادثة مشهورة وكثير اللي نتطرق لها في واحدة من مجالات العطاء عند أمير المؤمنين عليه السلام. في بيت المال جاءت امرأة أعطاها ما مقدر لها من العطاء، وامرأة أخرى في جانبها أعطاها نفس المقدار. اعترضت تلك المرأة، حرة وهذه أمة، اعترضت، قال: تساويني بها. هنا يبرز أمير المؤمنين، هذه لفتة إنسانية، هذا تعامل إنساني. أمير المؤمنين يقول: لا أرى فرق في ولد آدم بين الحر وبين غير الحر، كلكم من تراب. أخذ قبضة، طبعا أنا ما أريد أتطرق للموضوع، أخذ قبضة من هذا التراب وقبضة من التراب وقال: لا أجد فرق. هنا أمير المؤمنين، شوف هذا التعامل الإنساني. هذا الإنسان يرى له ميزة لأنه ينتمي إلى عرق الفلاني أو حرة أو للقبيلة الفلانية، وهذه امرأة أمة ما أخلق في الدين أو أحسن هذا في عن. فإذا هذا التعامل الإنساني الآن ما أحوجنا إلى هذا التعامل الإسلامي، تعامل إسلامي وإنساني، أنه الإنسان يعترف بأخوته للإنسان الآخر، لا فرق بين هذا الإنسان وهذا الإنسان إلا بالقاعدة الكلية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى هو الميزان. فإذا أمير المؤمنين أرسى هذه القاعدة، قاعدة التساوي بين الناس في الحقوق والواجبات، إلا بما المبادئ الأساسية حسب التقوى وغيرها. فإذا أمير المؤمنين يعطينا هذا الدرس. هذا أفراد مجتمع لا يفرق بين هذا وهذا على أساس هذا القبيلة الفلانية أو هذه حرة وهذه أمة، هذا مملوك، هذا غيره، لا، باتجاه الدولة يعطي للناس حقوقها بما هو متساوي من حيث المبادئ الإسلامية. هذا شيء درس من أمير المؤمنين عليه السلام. وكثير من حياة، مثلا ما يذكرون عند ذلك الرجل الغير مسلم في دولة أمير المؤمنين في الكوفة عندما كان يستعطي الناس، فجاء أمير المؤمنين رآه، أمر له براتب، ما يعبر الآن في الرعاية الاجتماعية، أمر له راتب من بيت المال يكفله بيت المال. كان مو مسلم ولكن يشترك بالإنسانية والتواجد على أرض هذه الدولة وعلى هذه البقعة الجغرافية، فلا بد أن يكون له حق في هذه الدولة. أمير المؤمنين لما نأتي دراسة لحياة أمير المؤمنين نجد أنها قواعد تمشي على الأرض، إذا التفت إليها الإنسان صالحة للانطباق، وإذا طبقها الإنسان تكون العدالة. أنا أردت أسأل الدكتور يعني إلى أي مدى يمكن القول
انه هذه نموذج للحكم المدني اذا صح التعبير، اللي اليوم يبحث عن كثير من الناس، انه نريد دوله مدنيه تراعي حقوق الناس، تساوي بينهم. قبل هذه مئات السنين يعني امير المؤمنين طبقها بهذا النموذج اللي اليوم نستذكره بهذا الشكل، كان يرسي دعائم لنموذج الدوله العادله. سيدي الكريم، شوف الآن يعني تجد الحكومات أو الدول الآن تصنع حلول آنية ما تقع فيه من أزمات. عندما ترجع للفكر السياسي والقيمي اللي أرساه أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، لا تجده يخص ذلك الزمان، بل كان يؤسس لمنهج عميق جدا لفهم الإنسان، لفهم الدين، لفهم السياسة. ولذلك هو كان أبعاده السياسية إلى قرون امتدت وقابلة للانطباق مثل ما قلت أنت. إذا كانت هي المساواة، شوف تعال مثلا شنو اللي سوى مثلا سلام الله تعالى عليه، أسس من خلال آليات ديمومة هذا الفكر السياسي. مثلا منها أولا نقد أو بناء النقد الواعي. مثلا يجي هو يقول سلام الله تعالى عليه، يقول سميت الشبهة لشبهها أو اشتباهها بالباطل، فأما أولياء الله شنو ينظرون إليها أو يمضون بها باليقين. شوف هنا يقول هاي الشبهة لاشتباهها بالباطل، بعدين يأسس إلى شيء جدا دقيق، يقول أن الباطل ليس يعني عندما يعني خلينا نقول ينعكس ويتغلغل في المجتمع ليس لأنه قويا، مو لأنه قوي، ولكن لأنه عندما يقل الوعي أو ينعدم الوعي هنا علاقة عكسية. هذا الباطل ايش بيه؟ قد يكون يعني شنو؟ قد يكون يصعد المستوى مالته، ولكن شو يريد يقول لهم؟ يريد يقول لهم هذه الأمور أو هذه المعيارية اللي خليتها النقد، هذا النقد بأنه أنت لما أنت تجيني أهل الباطل يجيك مثلا يقول لك أنا باطل، لو يجيك بلباس الحق وبلباس الحق يريد يقول لك كون تميز، أنت تميز ما بين الباطل وما بين الحق. شلون تقدر تميز هذا التمييز؟ ببناء فكر واعي. ولذلك هو يبني الإنسان سلام الله تعالى عليه، ركز على بناء الإنسان، أو يستخدم آلية ثانية اللي هي آلية خلينا نسميها معيارية الحق. يجي واحد يقول له يا أمير المؤمنين أنت شلون تحارب ناس في ذيك الجبهة فيهم فلان فلانة فلان فلان؟ يقول له يا هذا لا تشتبه عليك الأمور، لا تقس الحق بالرجال، بل شنو؟ اجعل الحق هو الميزان وقس عليه الرجال. شوف المعيارية شنو؟ مثلا يجيك حاكم أو مشهور أو مثلا واحد ابن السلطان الفلاني، هذا مو معيار. المعيار منو؟ المعيار الحق، العدالة. ولذلك هو من يعرف لنا العدالة ماذا يقول؟ يقول العدل أن تضع الشيء في موضعه، اللي هي احنا هذا التعريف هذا إذا ناخذه هو الحكمة، أن تضع الشيء في موضعه. فإذا العدالة مهما يكون مقام الإنسان، منصب الإنسان، يجب شنو؟ أن يضع حتى على نفسه حتى يعني على يسمح بأن يقاضوا الناس إذا أحد يشعر أنه هو وهو أمير المؤمنين وهو كل هذه السيرة الكبيرة في الإسلام، أن يكون هناك من يريد حق من عنده يقول له يعني لا سلام أنت يعني خلينا نقول يعني نبهتني على فد شيء. حكم على رجلين وحكم بالحق لفلان وفلان أنه ليس معه الحق، فعندما خرج الذي عليه الحق ممتعضا قالوا يعني تلا الآية المباركة والذي إذا قيل له اتق الله خذته العزة بالإثم، آية المباركة. فالأميرين هنا يعني لو غيره يصيح له يعزره يعاقبه، قال له يا هذا أنا أولى منك بالتقوى لأنه أنا متقي يجب أن أقيم الحق. قال يعني والله صدقت يا أمير المؤمنين. يطبقها على نفسه، ودرع كان يعني سرق منه درع واحتكم إلى القاضي وحكم لأنه كان البينة لمن ادعى واليمين على من أنكر، القاعدة الفقهية. فقال له أنا صاحب بينة، فالأمير سلام الله تعالى عليه ما راد يحرج هذا باليمين، قال له خلاص لأن القاعدة اليد وجدوا في يد السارق، قال له خلاص. وحكموا لأنه شنو؟ وكان مو مسلم ودخل الإسلام على أثر هذه الحادثة. قال إذا القائد العام للقوات المسلحة يحتكم عند القضاء والقضاء يحكم لي وهو يسلم بذلك، هذا الدين هذا أنا أريد أؤمن به.
فهذه المعايير اللي وضعها، أو المعيار اللي نبه عليه كذلك سلام الله تعالى عليه، بأنه إدخال البعد الديني في التوظيف السياسي. قال هاي الممارسة والآلية خطرة جدا. كمثال هاي الحادثة المشهورة، حادثة الخوارج، لا حكم إلا لله، رفعوا المصاحف، الحكم لله. فهنا بين قال لا، يجب أن لا يوظف هذا الأمور الدينية لصالح السياسة. هذا يزعزع حتى شنو؟ حتى إيمان الناس. نعم بالفعل هو الحكم لله، من يعترض على ذلك؟ ماذا قال؟ شوف الرد، قال كلمة حق يراد بها ماذا؟ يراد بها باطل. ليش؟ لأنه نعم. يعني خلينا نقول نبه بأنه خطورة استخدام الدين لصالح السياسة. وكأنما دكتور يعني هذا الأمر يعني تحدثني عن مئات السنين، ما كان أكو علوم سياسية وما كان أكو المباحث اللي الآن من نتحدث عن هذا الأمر نفككه بالطريقة العصرية الحديثة. طبعا. لكن مثل ما يبدو، مثل ما ذكرنا في البداية، وكأنما هذا التأسيس للدولة العادلة في تلك الفترة هي أساس لكل من يريد أن يطبق نموذج الدولة العادلة في المستقبل. أحسنت. له هو العقاد نفسه المفكر المصري يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سبق المسلمين. نعم. يقول ب30 علم كان يستخدمه، مو نظرية وفكر ورأي. نعم. علم. يقول 30 علم من ضمنها علم السياسة والحكم. يقول سبق بها المسلمين، أصلا ما كان المسلمين يعرفون هذه الأمور. فإذا تأسيس الدولة العادلة مو بس هذه، تأسيس الدولة العادلة ووضع بأن الحاكم الذي يحكم الأمة، مثلا النظرية بأن الحاكم له ميزة، صح لو مو صح، ومنصب. هو شنو عند الحاكم؟ الحاكم خادم، وفي عنقه ماذا؟ حتى في عهده إلى مالك الأشتر النخعي يقول له هاي مسؤولية أخلاقية بعنقك، أكو مسؤولية أخلاقية. يعني يحول بأن هذا الذي يتسلط على رقاب الناس بأن شنو؟ يخدم الناس، وأن يكون شنو؟ جسرا شنو؟ للمظلومين، لإرجاع الحقوق، مو تسلط على الناس. هذه العدالة اللي أرساها. ولذلك أنت تشوف الآن المسيحي يدين لأمير المؤمنين سلام الله تعالى بالفضل بعد الصابئ غير المسلم. يعني أنت قد تستغرب، لوركا رجال أديب مسيحي وهو إسباني الرجل، تعرف ماذا يقول؟ يقول عرفت أن الله مبدعا لأنه خلق علي بن أبي طالب. هذا شنو هذا الخالق اللي جاب لنا النموذج هذا؟ ليش هذا؟ لأن قلت لك أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه اشتغل وعمل على آلية ذات بعد، يعني خلينا نقول زمان بعيد، اشتغل على نظريات تخدم الإنسان، مو تخدم يعني خلينا نقول السلطة، ولذلك نجح في ذلك. طيب أنا أعود لجناب الشيخ ونتحدث عن هذه الصفات للقائد والحاكم والخليفة وطبعا قبلها الإمام المعصوم، ونقطة الاهتمام بالشرائح المختلفة في المجتمع. يعني تحدثنا عن إدارة دولة، عن إرساء دعائم دولة، عن مساواة، عن عدل، وعن كفالة اليتيم. لليوم كل ما يذكر يتيم يذكر علي بن أبي طالب. هذه النقطة كيف كان يعمل من أجلها؟ كيف وضع هذه القاعدة بحيث أنه سمي أبو اليتيم؟ أمير المؤمنين عليه السلام هو يمثل الدين الإسلامي، هذا نعم. لا شك فيه. الدين الإسلامي هو دين الإنسانية. نلاحظ أمير المؤمنين عليه السلام له خطب في مسجد الكوفة، له خطب في المعارك، في كل مناسبات تجد أن أمير المؤمنين يتكلم في شتى العلوم وشتى القضايا والأحداث. أمير المؤمنين عندما يتكلم يطبق. لذا كانت هذه الميزة عند أمير المؤمنين عليه السلام، لا يتكلم إلا ويطبق هذا الشيء. فعندما الدين الإسلامي يوصي باليتيم، وأمير المؤمنين جزء من الدين الإسلامي، المنظومة الإسلامية، فيوصي باليتيم وطبق هذا الشيء. نلاحظ أنه في الكوفة كان هناك جيش من الأيتام، نعم. أثر الحروب التي خلفتها الدولة الأموية وغارات الدولة الأموية، فكان أمير المؤمنين يتكفل بهؤلاء الأيتام بنفسه، يطعم الأيتام ويتفقد الأيتام ويتفقد العوائل. لذا حست الناس وكان عندها حس وجداني بحنان أمير المؤمنين ودفء أمير المؤمنين عليه السلام.
لذلك تلاحظ هذا التخليد لذكرى أمير المؤمنين، واحدة منها أنه أبو الأيتام، واحدة منها. الآن اليتيم عندما يذكر اليتيم يكون له علقة بأمير المؤمنين إلى اليوم، إلى يوم بعد كل هذه السنوات. أولا طبعا عدة عوامل، أنه العمل الصادق والخالص لله سبحانه وتعالى، والعمل الصحيح الحقيقي. عندما يتعامل مع اليتيم يتعامل بصدق وإخلاص وحقيقة، وفعلا طبق هذا الشيء في المجتمع، في مجتمع الكوفة كان يرعى الأيتام، هناك جيش من الأيتام يرعاهم أمير المؤمنين، العوائل يتفقد عوائل الضحايا في الحروب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. هذا بعد مهم جدا، إذا نأخذ الآن نطبقه في الدولة في أي مجتمع ينجح ذلك المجتمع بهذه الطرق، بهذه الأساليب، بقيادة ومتابعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أعود لك دكتور، وبما أنه تحدثنا عن النموذج، إلى أي مدى يمكن اعتبار النموذج اللي قدمه أمير المؤمنين سلام الله عليه يصلح أن يكون نموذج إصلاحي معاصر وإحنا نتحدث عنه اليوم في وقتنا الحاضر؟ يعني نشوف المفاهيم اللي أرساها، مثلا العدالة اللي كان بدولته، مثلا إعانة الفقير، أو مثلا الممارسة العملية اللي كان يهتم بها جدا أمور المسلمين. يعني مثلا يعني شوف هذا، يعني خلينا نقول، أو خلينا ناخذ نموذج المحافظة على المال العام مثلا. نعم. يدخل عليه أحد الأشخاص ولعله عمرو بن العاص قبل أن يقع بينهما السيف في بيت المال، قال يا أمير المؤمنين يعني عندي معك شغل. قال خاص أم عام؟ نعم. يعني شغلة تخصني أو تخص المسلمين؟ واستغرب، قال له لا، قضية شخصية. فعمد إلى خلينا نقول إلى الفانوس، الإضاءة الموجودة، فانوس يعني إضاءة اليوم، نسميها إضاءة، فأطفأها. قال أنا لا أرى يا أمير المؤمنين. قال تتكلم بلسانك أم بعينك؟ تفضل قول شنو تريد؟ قال له خلي النور. قال له هذا يعني هذا القضية تخص كل المسلمين، الزيت هذا خاص او خلينا نقول ملك مشاع لكل المسلمين مشتركين به، قضية شخصية. فهذا لأي خلينا نقول هذا لأي بعد يحافظ على المال العام نقدر نستفاده. أو مثلا في وصيته اللي طبقها أو يوصي بها الحسن والحسين عليهما السلام، شو يقول لهم؟ كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. شوف أنت الآن إذا تريد توصف الظلم، يعني خلينا نقول على 3 مستويات. مرة أنت تريد تشخص الظلم وين وقع الظلم، ما هو الظلم. مثلا قد واحد يكون عنده شبهة، هسه شبهة موضوعية، شبهة حكمية في الظلم ما عارفه، ومرة لا يعرفه. المستوى الأول هذا شنو؟ هذا معرفة الظلم أين يقع، هذا كافية؟ لا، يقول غير كافية أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. يرتقي إلى مستوى أعلى، يقول أن تشخص الحق من الباطل، وين الظالم وين المظلوم، زين هذا كافي؟ يقول لا، هذا المستوى الثاني هم مو كافي. طيب ما هو؟ يقول لا، أن تنزل عمليا، أن تقف مع المظلوم ضد الظالم، هكذا يريد. يعني المستوى الثالث يعني أن تنصر المظلوم وأن تأخذ الحق من الظالم. هذا شنو يأسس لي هنا؟ هذا فد بعد قيمي أخلاقي، بأنه حتى شنو هنا يريد يصير؟ محاربة الفساد، أنه بعد ما يصير ظالم يتجرأ، ظالم يتجرأ ما يتجرأ. فهذه المفاهيم أو هاي المحافظة على المال العام، أو خلينا نقول إرساء هاي القواعد اللي ينطاها القيمية الأخلاقية السلوكية، هاي تنفعنا الآن نحن في القرن 21 ونحن نتكلم في هذا الفكر. هذا شنو؟ هذا نجاح، هو هذا نجاح الفكر العلوي سلام الله تعالى عليه. ولذلك قالوا إذن نحتاج استلهام النموذج، يعني توظيف الرمز، يعني استلهام النموذج وتوظيف الرمز. إذا نفرق بيناتهم، يعني شلون أنا استلهم النموذج؟ استلهامه بأن أطبق القيم اللي كان يرسيها أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه ويستخدمها، أطبقها عمليا. نعم. بينما توظيف الرمز مثلا قد أنا أوظف أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه في الصراع الطائفي، أنا ايش راح أسوي؟ أقوض أمير المؤمنين، هاي شخصيته أنا هذا. فمهم جدا استخدام الرمز في مكانه الصحيح، لا لتقويض الشخصية هاي العالمية الأممية. بينما استلهام القيمة لا، أنا أجعل من أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه يعني نورا يستضاء به، وهو نور، ولكن أن شنو؟ ما يبقى شنو رمز أنا فقط شعار أرفعه. أي واحد مصداق عمل. أحسنت. أي واحد يحب يقول أنا أحب علي بن أبي طالب، شنو كنت؟ حاكم، سياسي، نجار،
مدرس منهجك طالب علم، يطابقه. عمليا اذا ما تطبق انت لا، انت ما تحب علي بن ابي طالب. باللسان كله احنا نحبه، عمليا اذا ما لا تطبق. ربما دكتور من يقول انه انا انتمي لعلي بن ابي طالب وهو غير كفو، ربما يسيء طبعاً لشخصيه الامام طبعا، حاشاه. ولذلك هو يقول سلام الله تعالى عليه، يقول يعني مضمون الروايه لا تكلفونا، يعني مضمون الروايه لا تكلفونا في طلب الشفاعه اليكم. يعني في يوم القيامه انت عندما تسيء يجينا واحد مسيء ويحسب على علي بن ابي طالب، يقول تكلفه علي. يعني انا احب تكونون انتم خيرين، انتم نماذج، انتم قدوه، لان انا قدوه. فاللي يقتدي بي يكون عملا مو باللسان. نعم. يعني جناب الشيخ هذه واحدة من النقاط المهمة لما نبحث شخصية الإمام علي في كل سنة سلام الله عليه في هذه الذكرى، خلينا نتحدث عن جوانب متعددة من حياته، لكن كيفية الاستلهام هذه التجربة، هذا النموذج العظيم في حياتنا اليومية. يعني ممكن نشوف في هذه الزيارات المليونية، في هذه الذكرى الأليمة وغيرها من اللي نتحدث عنها، من مثلا واقعة كربلاء، تجد الإنسان المؤمن الموالي يترك أعماله، يترك أشغاله، يترك حتى تصرفاته الشخصية اليومية اللي قد يكون هي غير صحيحة في هذه الأيام. أهمية أن يتم يعني استثمار هذه الذكرى لتستمر هذه التصرفات الجيدة والالتزام في باقي الأيام، يعني تتحول إلى سلوك يومي. طبعا لا شك في المناسبات المهمة، مثلا زيارة الإمام الحسين، استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام، نعم. تتوافد المحبين الزائرين يتوافدون إلى هذه الأماكن المقدسة. لكن بمضمون كلامكم بأنه هل يكفي هو هذا الحضور في هذه الليلة أو تلك الساعة فقط؟ لا طبعا مو هذا، ما بعدها يعني هو ضروري يكون بين السنة والسنة الإنسان يراجع نفسه شنو اللي حققه. هنا لا بد للإنسان عندما يكون محبا مريدا لأمير المؤمنين عليه السلام، لا بد أن يكون أيضا يأخذ سيرة أمير المؤمنين، يطبق ما يقوله أمير المؤمنين عليه السلام، ما كان أمير المؤمنين يصنعه في جوانب الحياة الأخرى: الصدق، الإخلاص في العمل، التعاطف، التجانس، التكافل الاجتماعي، العلاقات، الجار مع جاره، الأسرة فيما بيناتها، الأب أو الوالدين مع الولد، الزوج مع الزوجة، الأخ والأخ، الأخت والأخت، الأخ والأخت، وهكذا. كل هذه ما أحوجنا اليوم شيخ. لا بد أن نأخذ من فكر أمير المؤمنين عليه السلام. ولا بد للإنسان، هناك مبدأ إسلامي ثابت بأن لا بد للإنسان أن يرى تصرفاته في اليوم، يحاسب نفسه. ليس منا من لم يحاسب نفسه في اليوم والليلة، وانت ساوى يوماه. لا بد أن يرى أعماله، هذه أعمال إذا كانت حسنة فيحمد الله سبحانه وتعالى ويسأل الله الزيادة، إذا كانت في الجانب السلبي يتوب ويستغفر ويقلع عن هذا الشيء. فإذا تواجدنا في هذه المناسبات، حضورنا في هذه المناسبات، دعوة لتطبيق فكر أمير المؤمنين اللي هو فكر الإسلام وفكر الإنسانية، دعوة لأن نجد أنفسنا أين نحن من أمير المؤمنين عليه السلام. هل تكهربنا بفكر أمير المؤمنين عندما نأتي بصلاتنا، بأعمالنا، بمساعدتنا للغير؟ هل هي في ضمن فكر أمير المؤمنين عليه السلام؟ هنا لابد الإنسان أن يسأل نفسه: أين أنا من أمير المؤمنين أو من عمل أمير المؤمنين؟ لا شك لا نرتقي إلى مستوى عمل أمير المؤمنين، ولكن نأخذ ما في جانب حياتنا نحن كناس وأفراد عاديين، أن نأخذ حياتنا وقيمنا من أمير المؤمنين. أكو جزء كبير من سيرة الإمام سلام الله عليه هي تحت يافطة الإصلاح، كما لاحقا الإمام الحسين العنوان الكبير أيضا للإصلاح. فبالتالي عندما نتحدث عن هذا الجانب، أنه هو الاستفادة من هذه السيرة في سلوكياتنا اليومية، في مراجعتنا لأنفسنا، ايش قد ممكن يكون هذا النموذج هو النموذج الإصلاح أو نموذج الإصلاح عفوا لحياتنا اليومية، لتعاملاتنا، حتى في طريقة إدارتنا لبلدنا. ايش قد ممكن يكون هذا النموذج هو يعني نموذج مجاني ماثل أمامنا، استلهامه ممكن يوصلنا إلى الإصلاح الحقيقي. شوف، أمير المؤمنين أبان تواجده بالكوفة، كان له خطب في مسجد الكوفة، خطب كثيرة،
شوف تعامل أمير المؤمنين عليه السلام مع الناس في الكوفة أيضا. نعم. هناك من يأتي إلى أمير المؤمنين عليه السلام، ولعل الدكتور تطرق إلى جانب من هذه المعاني، أنه يأتي إليه يقول له أنا لا أصلي معك جماعة ولا أحضر جمعة ولا 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 كذا. هذا حاكم بغض النظر عن إمام، ولكن حاكم الكوفة وخليفة النبي صلى الله عليه وآله، كل القدرات متاحة لي، ويتكلم إنسان بهذه الجرأة مع أمير المؤمنين عليه السلام. نعم. ماذا كان ردة فعل أمير المؤمنين عليه السلام؟ جعل أرجع إلى نفسه، قال له مضمون الكلام: أنا لا أحرمك العطاء ما دام المسلمين في أمان منك. جورك علي أني، ما تصلي وراي، ما تحضر وياي خطبة، هذه مو مشكلة، حتى الشخص يعني لكن ما دام حقوق المسلمين في مأمن من عندك، أنا ما لي علاقة به. هنا هذا الإصلاح وين أوكل القضية إلى الناس. نعم. أنت وإنسانيتك أيها الإنسان أيها المواطن، كون أنه تعرف حقوقك وواجباتك وعلى ضوءها تتحرك. وهذا مصداق أيضا وصاياه، وهو يعني بعد جرحى سلام الله عليه وهو على فراش الموت. وأثرت فرد قضية، أنت أمير المؤمنين عليه السلام ليس شخص عادي. أمير المؤمنين جوانب طبعا كثيرة في حياة أمير المؤمنين. نعم. لكن هذا المشهد الفارق، هذا الجانب، مشهد أمير المؤمنين عندما ضرب بالسيف. نعم. في مسجد الكوفة في محراب الصلاة، طبعا الكلمة التي رددها: فزت ورب الكعبة. وهذا الشيء، الضربة عندما يأتينا التاريخ يقول وصلت إلى أم رأسه، ضربة عظيمة. في هذه الحالات الإنسان إذا لم يكن في غيبوبة لعله يفقد الكثير يعني ما يكون بكامل وعيه من نعم. الأمور. لكن نجد أن أمير المؤمنين عليه السلام في اليوم الثاني من الضربة يوصي بوصايا ويتكلم مع أصحابه، وفي اليوم الثالث يعطينا هذه الوصية الخالدة لأمير المؤمنين عليه السلام، اللي من جملة الله الله في الصلاة، الله الله في القرآن، الله الله في الأيتام، فحتى في النساء الضعيفين يوصي الحسن والحسين ومن بلغه كتابي، يوصي إنه وصيتنا إنه في التعامل في أشد حالات الألم حتى مع القاتل المؤمنين عليه السلام، حتى طريقة التعامل مع القاتل. ما ترك المسلمين، ما ترك المجتمع، يوصي بالمجتمع، يوصي بالمسلمين، يوصي بالأطفال، بالأيتام، بالنساء، حتى على كلامكم حتى مع قاتل. في القصاص من القاتل أيضا وضع أنه لا تخرجون عن القاعدة، قاعدة الإسلام. هناك سابقة خطيرة كانت في قتل أحد المسلمين، توسعت الرقعة، لم يقتل القاتل وإنما قتل ناس أبرياء. فهنا أمير المؤمنين يشدد على الإمام الحسن وهو المعصوم، معصوم الإمام الحسن لا يتجاوز حدوده، ولكن هذا درس لنا. أمير المؤمنين يقول ضربة بضربة، إذا أنا بقيت فأنا لي الحق، وإن أنا مت فهي ضربة بضربة. ويذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله، شخصية أمير المؤمنين تكهربت بالدين الإسلامي، لا نجد هناك تصرف لأمير المؤمنين إلا ضمن حدود الدين الإسلامي. يقين أمير المؤمنين في الدين الإسلامي وإيمانه الحقيقي والواقعي بالرسالة، رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله، صنعت هذا الرجل الذي تعجز الإنسانية عن إيجاد مثيل له. كان يعني يتعامل مع الوضع اللي في الدولة آنذاك، فبالتالي كان يصدر هذه الوصايا ويتعامل مع المجتمع آنذاك بهذه الطريقة، أم كان هناك تخطيط لأن يصل هذا الأمر للمستقبل، والدليل أنه وصلنا إلى يومنا هذا؟ أمير المؤمنين عندما نأتي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الثقلين، إني تاركم فيكم الثقلين الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. كتاب الله هذا الكتاب الناطق ودستور الإسلام ودستور المسلمين والنظام الذي عليه الدين الإسلامي إلى يومنا هذا، فهو صالح للانطباق في كل فترات الحياة في كل العصور. فكذلك يعني أقصد، هل كان يخطط؟ فكذلك فكر أمير المؤمنين عليه السلام، فكر أمير المؤمنين وكلام أمير المؤمنين وتصرفات أمير المؤمنين في ذلك الزمان هي صالحة للانطباق على مر العصور والأزمنة. بإمكاننا الآن
أن نأخذ كلام أمير المؤمنين ونطبقه على وضعنا الحاضر هذا الراهن، ويكون صلاح للمجتمع وللدولة وللإنسانية في فكر أمير المؤمنين عليه السلام. فأمير المؤمنين صالح للانطباق كما هو القرآن، لأنه يمثل القرآن أمير المؤمنين، لأنه هو القرآن الحقيقي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. دكتور، تحدثنا عن استلهام التجربة والنموذج. اليوم المجتمع ما يخفى على أحد يواجه هجمة فكرية ثقافية، البعض ذهب إلى يسميها غزو فكري ثقافي. نعم. في مثل هذه الذكرى الأليمة إلى أي مدى يفترض أن نستلهم هذه التجربة، هذا المنهاج العظيم في مواجهة هذا الغزو الثقافي الفكري إذا صح التعبير؟ أحسنتم. هاي تداعياتها حتى على المستوى الفقهي شيخنا، حتى التكفير ما تكفيره وغيره. نعم. هاي الأمور لأنه انحراف المجتمع يعني عليه آثار وخيمة. هذه الأمور سلام الله تعالى عليه كيف عالجها؟ عالجها بصناعة الوعي عند الإنسان. هاي القيم الأخلاقية اللي أنطاها، اللي ضخها للمجتمع، بحيث الآن يعني أنت تشوف يعني كان هواي يهتم بالشباب شيخنا الكريم. هاي ماكو الشباب يهتم به هواي ويعطيه أهمية ويخلي عليه مسؤولية. يعني حتى أو خلينا نجي قبل هذا، قبل لا ندخل في هذا المحور، يعني أنت تشوف مثلا كمثال كيف كان ينظر يعني نظرته إلى الإنسان في صناعة الإنسان. دز يعني فد واحد حاكم محافظ بلغة اليوم دز إلى أحد الأمصار، يعني إلى محافظة معينة بلغة اليوم إلى مصر. نعم. فدز من دز مالك الأشتر. فهذا العهد اللي كتبه طبعا من ذكائه وسلام الله تعالى عليه ودف الشخصية غير عادية. هذا هنا هم يفتح لي باب يذكرنا اكو مؤلف للمفكر محمد باقر الصدر قدس سره الشريف اسمه الرسول والمرسل والرسالة. هاي المفاهيم الثلاثة هذه كباحثين احنا نقدر نطبقها على اي رسالة تصل. اكو ثلاث مفاهيم لازم نبينها. المرسل من؟ علي بن ابي طالب. الرسول من؟ مالك. الرسالة ما هي؟ اللي هو العهد. يعني انت هذا العهد تدري مثلا كوفي عنان يقول يجب ان يعلق هذا العهد على كل المدارس الحقوقية في العالم. ليش؟ مثلا ناخذ نموذج من عده يقول له الناس صنفان، اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق. هاي قبل ايش قد؟ 1400 سنة. مو اليوم. قاعدة إنسانية. لا، شو يقول له؟ يقول له قد انت اللي يشترك وياك بالعقيدة هذا اخوه مسلم، ودمه وماله وعرضه حرام عليك، هذا اخوك. زين اكو اخ ثاني نعم يشاركك في الانسانيه. من؟ مولاي هذا ملحد، قال له اخوك في الانسانيه نظيرك بالخلق. مولاي هذا لا ديني، قال له نظيرك بالخلق. مولاي هذا كافر، قال له نظيرك بالخلق. قاعده يستحق ان يعيش. انت تبين له النموذج الصحيح، نموذج نظري وعملي، هو بقى يقتدي. اما انت تجبره لا. زين هذا يعني شو نسوي له مولاي الان؟ يتمرض تعوفه يموت؟ لا. لو تعالجه؟ لا. يجوع تطعمه؟ لو تعوفه يموت من الجوع؟ شنو هذا اللي اسسها؟ ولذلك هو كان اممي. وقلت لك الان لا يوجد شخص يبغض علي بن ابي طالب الا اكو فد مشكله، يعني مشكله بيولوجيه قد تكون. يعني هذه القواعد اللي ارساها، فشلون طبعا نستفاد من عده بانه هاي محاربه الغزو وغيره. نعم. اكو فد هم معالجه انطاها. مثلا من نفس هذا العهد شو يقول للمالك الاشتر؟ يقول له وانظر الى عمالك. المحافظ عنده مدراء غيره. نعم. مو يديرون الان مثل واقعنا. يقول له وانظر الى عمالك وارسل عليهم العيون يعني العيون الاوفياء والصادقون. وفي وصادق هذا كون تتابعه انت. ليش؟ اذا اي شيء صار على الامه ينعكس عليك انت كمحافظ، هذا بعد ينعكس علي انا. يعني خلينا نقول الخلل اللي يصير عندك هذا انعكاسه على الكل. على الكل. انا على راس الهرم. على راس الهرم. نعم. انا خلينا نقول ما اقبل هالشكل يصير. نعم. طبعا الحديث طويل دكتور، انا اعتذر من جنابك لضيق الوقت، لكن نعم. ختاما شكر جزيل لضيوفي الباحث الاسلامي الشيخ عبد السادة الجابري، شكرا جزيلا لوجودك في هذه التغطيه. وايضا شكر جزيل للدكتور محمد تقي البيضاني الباحث الاسلامي، شكرا جزيلا حبا وكرامه في هذه التغطيه. والشكر موصول لكم سادة الاكارم على حسن المتابعه. في امان الله وحفظه.